لويزا حنون قالت لقيت تبون غاضب غضب شديد، في رايكم وعلاه؟ غاضب من مسألة الأرقام والمعطيات الغير حقيقية والمغلوطة اللي تسلم له. قالت لك وغاضب خطك فاق باللي يعطيوا له ارقام مغلوطه مغشوشه ماهيش صحيحه. تبون غاضب ازاء الارقام المغلوطه التي تقدم له في مختلف القطاعات. وتفكروا نهار اللي ندبلها كي راح لهيئه الامم قدام الرؤساء كلنا يضحكوا عليه. في برنامج تحليه مياه البحر الى انتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا ان شاء الله. ان شاء الله بربي. قال لهم 1,300,000,000 متر مكعب يوميا راح ينشف الكرة الأرضية. شيء غير معقول. والسيد وقاعد يقرأ من الورقة، والسيد الديسكور هذاك راهو محضره، بالك له هو اللي كاتبه ويفيري في الأرقام، وعنده مكتب رئاسي يفيري في الأرقام. إنتاج في حدود 2,000,000,000 متر مكعب سنويا من مياه تحلية البحر. سنويا ماشي يوميا. هذا إذا تحقق ديجا يوميا ولا سنويا. هاتبون الماء ومكان جاي الحاجة تسلم عليك. يا اللي راك قاطع لينا الماء في المشتى. حوجي فاني في المشتى تقطعوا لينا الماء، يجينا خطرة في السيمانة. علاه رانا في القيفار. هاوي الحاجة راهي غاضبة على الماء ما جاهاش، وعمي تبون راهو غاضب خاطر قاعدين يبهدلوا بيه بأرقام مغلوطة. الدينار الجزائري قاعدين يمرمدوا فيه مسكين. سعر 100 أورو أمام العملة الوطنية. اليورو 3 ملايين. ارتفاع قياسي وتاريخي لأسعار اليورو. حتى وزير المالية ما حدش يقدر يحول الدينار إلى دولار والدولار إلى دينار، تخربطت له في بعضها. 1450 مليار دولار. دينار يا شيخ ماشي دولار، احنا نمشيو بالدينار ماشي بالدولار. معليش ان شاء الله ما نزيدش نغلط. ان شاء الله يا سيدي ما تزيدش تغلط، روح نتبعوك. ليصل الى 4,000 مليار دولار مقابل دينار يا شيخ، وقلنا دينار ماشي دولار. دينار تبهدلش بينا الشيخ. لا معليش جيبها قد دينار. مرة الثالثة خرجوني يا ولدي. مخرجينك روح بركة كمل جيبها قد وبعد يرحمها ربي. العجز المرتقب في نهاية 2025 سيكون ب4,000 مليار دولار. دينار. ولدي وش تضحك مازالك تضحك. دينار. ومن بعد قال لهم لا انا خاطي، اي مكتوبة في الورقة مكتوب دولار. يا ربي قال لهم انا خاطي. الدولة كتبوا كيماك اخوي، تعرف خرب الدولة هذا تلميذ مجتهد. روح بركة ولدي، الأسعار راهي داخلة في بعضها مندوبة، خلطة الدينار والدولار يا